السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا خبر النهارده، اخبار حلوه وفلوس بالكوم وسعاده لن تتوقعها ستكون من نصيب اصحاب 3 ابراج فلكيه من اول نوفمبر. مواليد برج القوس، يستغل مواليد برج القوس الايام الجيده في شهر نوفمبر خاصه على المستوى العاطفي. المال، الحظ المالي يرافقك اليوم. المهنه، انتبه لأموالك، هذا الشهر قد يكون من السهل الإفراط في الإنفاق، ولكن تأكد من أن دخلك يتناسب مع نفقاتك. على المستوى الشخصي، إذا شعرت أن هناك خطأ ما فلا تجبر نفسك، دع الرومانسية تتطور بشكل طبيعي. صحيا، أقضي أكبر وقت ممكن في ممارسة الأنشطة الخارجية لأنها ستمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة. مولود برج العذراء، سيشهد مولود برج العذراء العديد من البوادر الجيدة على الصعيد المهني والحب الجديد خلال شهر نوفمبر. السفر، عند السفر تأكد دائما من شراء تأمين السفر، الوقاية خير من العلاج. المال، حظوظك اليوم جيد على الصعيد الاجتماعي فلا تستثمر في البورصة. شخصيا، جرب شيئا لم تفعله منذ فترة أو شيئا لم تفعله مع شريكك، تأكد من إبقاء علاقاتك مثيرة للاهتمام. مهنيا، أنت بطبيعتك شخص مجتهد، والآن يمكنك أن ترى مدى روعة الشعور عندما ترى أن كل ما تبذله من جهد يستحق كل هذا العناء. مواليد برج الجوزاء، يكسب مواليد برج الجوزاء أموالا كثيرا، لكن عليهم توخي الحذر والاهتمام بالجانب الصحي. المال، عليك أن تكون حذرا. العواطف مهما كان ما تشعر به الآن، فاعلم أن لديك نظام دعم رائع من حولك. على الصعيد الشخصي، الاستعداد لتقدم تنازلات سيساعدك على تقدير علاقاتك. إذا كنت أعزبا فحاول ألا تتعجل في القيام بشيء لا يناسبك مهما كان مغريا. الصحة، استلمه من الأشخاص السعداء والأصحاء من حولك، فإن سؤال أصدقائك عن عاداتهم الصحية يساعدك على تعلم الكثير. وبكده يكون ده الفيديو بتاعي والخبر بتاعي النهارده. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس لغاية ما ارجع لكم فيديو آخر. اسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.